في الماضي عملت شوية مشاريع بتشتغل بالهواء المضغوط باستخدام محركات هواء مضغوط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وكمان عملت شوية عجل كهرباء. بس أظن جه الوقت إني أدمج الاتنين مع بعض. أيوة، أنا هعمل عجلة بتشتغل بالهواء المضغوط. الخطة إني أستخدم أسطوانة هوائية وهركبها جوا هيكل العجلة، ودي هتحول الهواء المضغوط لحركة خطية. الحركة الخطية دي بعد كده ممكن تتحول لحركة دائرية، ودي هتشغل العجلة الخلفية. عشان أعمل نموذج كاد لازم أخد كام صورة لإطار العجلة من زوايا مختلفة. الصور دي بعد كده ممكن أستوردها على برنامج فيوجن 360 كاد وأضبطها على المقاس. بعد كده أقدر أستخدم الصور دي عشان أرسم زوايا وطول مواسير الإطار. لحسن الحظ العجلة اللي أنا بستخدمها تصميم الإطار بتاعها بسيط جدا، فكل المواسير ليها نفس القطر على طولها. ودلوقتي عندنا نموذج بسيط جدا لإطار العجلة. بعد كده صممت الأسطوانة الهوائية، وبعد ما حطيتها جوه إطار العجلة كنت مبسوط إني ما طلبتش واحدة أكبر. وبعد كده الموضوع أخد شغل كتير عشان أظبط التصميم لحد ما كل حاجة تركب مع بعض. كان لازم أركب الأسطوانة الهوائية على المسافة المثالية من محور الكرنك عشان المكبس ما يخبطش في نهاية الأسطوانة في أي طرف من الحركة. وكمان مكان التروس الرئيسي كان لازم يكون مظبوط بالظبط عشان السلسلة ما تلمسش مواسير الإطار الخلفي وهي بتدور العجلة الورانية. ولما كنت راضي عن التصميم جه وقت إني أقطع كل القطع بماكينة CNC. وكمان أطبع مشابك الإطار بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، واللي استخدمت فيها خيط بلاستيك PLA اللي جالي من الراعي بتاع خيوط الطباعة عندي 3D Prints UK. ولما كل القطع كانت جاهزة والمستلزمات اللازمة وصلت، جه وقت أشوف إذا كان التصميم بتاعي هيركب على العجلة ولا لأ. وبعدين ضفت البلي بتاع عمود الكرنك واللي هيستخدم علشان يدعم العمود اللي مصمم إنه يوصل الأسطوانة الهوائية. بترس القيادة. وبعدين ركبت الإزاحة بتاعة الكرمك واللي هتستخدم لتحويل الحركة الخطية للأسطوانة الهوائية لحركة دورانية بترس القيادة. ودلوقتي نيجي للجزء المهم، الأسطوانة الهوائية، واللي شكلها كانت مناسبة للإطار بالظبط زي ما في التصميم بتاعي. الجزء المهم اللي بعد كده، أو يمكن يكون أهم جزء، السلسلة. وبرضه مش قادر أمنع نفسي إني أقول قد إيه طول السلسلة ده مثالي. كنت متوقع إني هحتاج مشد سلسلة، لكن لحسن الحظ مكان ترس القيادة كان مثالي، لدرجة إن السلسلة اللي جاية من البدالات والسلسلة اللي جاية من الكورنك كانوا مشدودين تقريباً بشكل مثالي. وبعدين جت المهمة السخيفة بتاعة تركيب تانك الهواء الضخم. عشان أتحكم في تدفق الهواء من التانك للأسطوانة الهوائية لازم يكون في ترتيب معين للصمامات. أنا اخترت أستخدم صمامات سولينويد بتحكم إلكتروني لعدة أسباب، وأهم الأسباب هي البساطة والتكلفة. لو كنت صممت وصنعت صمامات بتشتغل ميكانيكياً، كان الوقت اللي هحتاجه عشان أبني العجلة دي هيكون أكتر بكتير، وفي الآخر هيديني نفس النتيجة.
ولإني مش عارف النتيجة هتكون إيه في الآخر، أفضل أقلل المجهود اللي هبذله على قد ما أقدر. ومش بس كده، الصمامات اللي بتتحكم فيها إلكترونياً هتديني فرصة أضبط العجلة بعدين، لأني عايز أبرمج الصمامات تفتح لفترات مختلفة حسب ضغط الهواء اللي داخل. ويا رب ده يخلي ضغط العادم قريب من الضغط الجوي على قد ما أقدر علشان أوصل لأعلى كفاءة. بعد كده ركبت الصمامات قريب جدا من مدخل الاسطوانة باستخدام خرطوم مطاطي مرن علشان يسمح بحركة الاسطوانة أثناء دورتها. اختبار ضغط سريع للتمديدات نجح، ولما وصلت بطارية على واحد من الصمامات، ده فعلا خلاني متحمس إني أشغل العجلة دي. فأنا خلصت تركيب كل الإلكترونيات وكمان السباكة بتاعة نظام الصمامات. فيه 4 صمامات فوق هنا بيتحكم فيهم إلكترونياً عن طريق الأردوينو اللي ورا هنا. فيه نظام ريلي بيوصل الجهد للصمامات دي، وده بيفتح الصمامات عشان يدخل الهواء أو يخرج الهواء. دلوقتي الطريقة اللي الأردوينو بيعرف بيها إمتى يفتح أو يقفل الصمامات دي، عندي حساس شعاع بالأشعة تحت الحمراء تحت هنا، وده بيعد عدد أسنان الترس اللي بتعدي منه. بالطريقة دي يقدر يحدد زاوية الكرنك، وبالتالي يعرف إمتى يفتح أو يقفل الصمامات. في كمان مفتاح تحت هنا، وده زي مفتاح تصفير، فلما المفتاح بيتضغط الأردوينو بيعرف إن دي زاوية الصفر للكرنك، وبكده يقدر يعد لحد 360 ويرجع يصفر، ويعد تاني لحد 360 ويرجع يصفر. عشان كده عمره ما هيفقد مكانه، وتوقيت الصمامات ما يخرجش عن التزامن. فأنا هعمل إيه؟ أول حاجة هوصل مصدر الهواء. أنا عملت كود بسيط جدا دلوقتي هيخلي مدخل الهواء يفتح لجانب واحد، وبعدين مدخل الهواء يفتح للجانب التاني. لسه مفيش نظام خاص لتوقيت صمامات متغير، فهنجرب بسرعة كده ونشوف لو هنقدر نخلي العجلة تدور. فلو وصلت ده، لا، أنا محتاج أشغل الإلكترونيات الأول، يعني وصل البطارية، وبعدين وصل مصدر الهواء. تمام، يبقى عندنا حوالي 28 بي اس اي بس دلوقتي. الضغط مش عالي قوي، بس يلا نجرب ونشوف لو ده هيشغلها. عشان أبدأ العجلة محتاج ألف العجلة شوية لحد ما السويتش بتاع الهومينج يتضغط، وبعدين أضغط على ذراع التسارع اللي هنا وبيشتغل بالإبهام. لو خليتها على الآخر وبعدين أديله دفعة بسيطة. يا إلهي، شغال فعلا. كان في حاجة بتخليه يحتكي بحاجة تانية، هو صح. دلوقتي لو سبت ذراع التسارع المفروض يقف. أظن العجلة كانت بتحتكي هناك. هي فعلا بتحتك؟ أنا مبسوط قوي، صح؟ أظن لازم نروح ونعمل شوية اختبارات مضبوطة. ده كان جامد جدا. تمام، أنا جربت العجلة بسرعة على النجيلة امبارح بالليل. كان الجو ضلمة شوية وكانت الدنيا بتمطر، عشان كده ما صورتش، بس أقدر أقولك إني مفيش حاجة حصلت. الترس اللي كان هنا كان مقاسه 42، وأنا مش شايف إنها كانت بتعمل عزم كفاية للعجلة الورانية، عشان كده ما قدرتش تدفعني. مش متأكد إذا كان ده هيكون كفاية برضه. ده ترس مقاسه 22، يعني نظرياً هتضاعف العزم، بس أنا حالياً بجرب على النجيلة. لو قدرت تدفعني على النجيلة يبقى أكيد هتقدر تدفعني على الأسفلت، بس أنا عايز أجربها بسرعة هنا قبل ما أطلع على الأسفلت. فأنا هظبط الضغط على 50 بي اس اي. دلوقتي في التانك فيه 80 بي اس اي و50 بي اس اي منظمين عن طريق منظم الضغط، وهحاول أركب عليها. غالبا مش فكرة كويسة إني أركل الإم الصمامات، صح يعني؟ افتح الخانق وديله دفعة بسيطة
علشان تدوس على الزر ده. أيوة، هو مش قوي قوي على العشب، حاسس إنه بيدفعني. ها، إحنا كده تمام. ماشي. هو بيواجه شوية صعوبة على العشب. أظن إنه جه الوقت نجربه على الأسفلت. تمام، أنا هنا في أهدى وأفلى طريق قدرت ألاقيه. معايا 100 PSI في الخزان، غالبا هقللهم لحوالي 50. وبعدين هنجربها. لو قدرت أحط رجلي فوق. تمام، فإديها دفعة صغيرة عشان تبدأ، وبعدين ها هي بدأت. يلا. ده بيدفعني، مش بسرعة قوي. باخد بالي من العربيات. بصراحة الموضوع صعب قوي، أوازن نفسي مع التانك الضخم ده ورا. هضبط الضغط لحد 55. يلا نجرب على 55. تمام، يلا بينا. المرة الجاية هشغل مقبض التسارع هديها دفعة واحدة عشان أوصل للسرعة المطلوبة. هي بتسرع دلوقتي. تمام، أنا كمان دلوقتي عكس اتجاه الرياح. لو زودت السرعة شوية كده أقدر أشيل رجلي على طول. هبدل شوية عشان أزود السرعة شوية، بس علشان أشوف هيشتغل إزاي وأنا ماشي بسرعة. هي شغالة بس مش قوية أوي. مش متأكد إذا كان ده قانوني على الطريق بالضبط. أفترض إنه كده، لأنه غير كده الشرطة كانت هتوقف العجلين عشان بيطلعوا نوع تاني من الغاز من وراه. جربها مرة كمان. أنا معايا 40 PSI بس، فمش متوقع إنها هتعمل حاجة كبيرة. بس برضو ممكن أستخدم كل الهواء اللي معايا. أكيد كنت فاكرني غريب الأطوار فعلا.
أوقات التوقيت بيبوظ. أظن ده بسبب الأشعة تحت الحمراء. مستشعر شعاع الأشعة تحت الحمراء. يعني المفروض أستخدم نوع من الإنكودر الصح في وقت ما. بس ده شغال كويس جدا. الضغط بتاع الهواء خلص، فهضطر أرجع للوشة وأشغل الكمبروزر. بس أنا راضي عن كده. أنا فعلا مبسوط بالنتيجة دي. ما أقدرش أقول إني مش راضي. أيوة، 25 PSI، وكانت تقريبا ماتت. ده كان اختبار أول كويس، بس أكيد في تحسينات كتير لازم تتعمل على العجلة دي. العجلة دي أخذت حوالي 4 أسابيع في التصميم والبناء، وعشان كده ده مش نهاية المشروع ده. اعتبر الفيديو ده كأنه الجزء الأول من فيديو المشروع. حابب أعمل فيديو متابعة أشرح فيه بالتفصيل إزاي أقدر أحسن العجلة دي، لأن الاختبار الأولاني مع إنه اشتغل كان بعيد عن الأداء اللي كنت متوقعه. في شوية تعديلات محتاج أعملها من الناحية الميكانيكية في الجزء اللي تحت هنا. عمود الكرنك الحالي اللي هنا مش هيستحمل أكتر من 80 PSI. عملت اختبار ضغط قبل ما أخلص تجميع العجلة دي، وقدرت أكسر المحور ده عند حوالي 80 PSI، وده السبب إني ما عملتش الاختبار فوق 60 PSI. كمان عايز أعمل تغييرات كتير في توقيت الصمامات. لو رجعتي تتفرج على لقطات جو برو اللي كانت الكاميرا اللي بتصور الحركة الدائرية دي، كان واضح جدا إن توقيت الصمامات كان بعيد شوية عن المظبوط. مداخل الهواء كانت بتفتح متأخر أو بتشتغل متأخر، وصمامات العادم كانت بتفتح بدري. فمن ناحية الزاوية الفعلية اللي الأسطوانة كانت بتضغط فيها على العمود المرفقي كانت تقريباً حوالي 60 درجة بس من إجمالي 180 درجة اللي ممكن تسحب أو تدفع فيهم. فكان في طاقة كتير بتضيع في الدورة دي. باختصار، وأنا ببني الدراجة قلت إني عايز أعدل توقيت الصمامات حسب ضغط الهواء اللي جاي من الخزان، واللي كنت أقصده بكده إني أقدر أحسب تقريباً حجم الإسطوانة حيتوسع قد إيه. فبالتالي على حسب الضغط حسمح بدخول هواء أكتر أو أقل، علشان لما الإسطوانة تتوسع يبقى الضغط النهائي للهواء جواها مساوي للضغط الجوي الخارجي. وأظن إنه دي أحسن طريقة أو أكتر طريقة فعالة على الأقل لنقل الطاقة من الهواء، لأنه أي ضغط بيخرج من العدم بيبقى ضغط مهدور. ومن أول تجربة عملتها أكيد لاحظت إنه ضغط الهواء اللي خارج من العدم كان عالي جدا. كان صوته شبه مسدس، هواء صغير بيضرب كل مرة الموتور يلف فيها. فلو قدرت أضبط الموضوع ده بحيث ضغط العادم يبقى أقل ما يمكن أو قريب من ضغط الجو، أظن ده هيكون أكتر طريقة فعالة لنقل الطاقة من التانك للعجلة الأورانية. أيوة، في تحسينات كتير محتاجة تتعمل، بس هعمل كل التحسينات دي في فيديو جاي. لو عجبك الفيديو ده هيكون جميل لو تسيب لايك. لو أنت جديد على القناة وعايز تتابع المشروع ده اضغط على زر الاشتراك تحت. شكر كبير لكل الداعمين لي على باتريون على دعمهم لمشاريعي. ولو حابب تعرف أكتر عن كواليس المشاريع دي، أنا أحياناً بنزل فيديوهات على صفحة باتريون بتاعتي عن اللي بعمله. هيكون جميل لو تقدر تشوف الرابط في الوصف تحت لصفحة باتريون بتاعتي. شكراً مرة تانية على المشاهدة، وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.